السلام عليكم. ايه الاخبار؟ نصيبك هتاخده غصب عنك. الجمله دي فهمتها بعد ما حصل معايا موقف معين. اتمنى بس من كل واحد ان هو يكمل الفيديو ده للاخر، لان فيها في نقطه مهمه جدا عايز اقولها. اللي منكم ما يعرفش، انا شغال مهندس كهرباء في مصنع. تمام. في واحد صاحبي شغال في مصنع تاني قال لي يا عمرو عندنا طالبين مهندسين كهرباء، فتعالى واعمل مقابله. رحت وبالفعل قعدت مع مدير الصيانه وعملت مقابله. المدير سالني في شقين. اول شق وهو اللي انا شغال فيه اصلا، تمام، وده الحمد لله كنت بجاوب عليه بشكل كويس. سألني بقى في شق تاني وده متخصص اكتر او متعلق اكتر بمجال الكهرباء كمجال عام، تمام، وهنا بصراحة ما كنتش بجاوب بشكل كويس. فصاحبي بعدها ب4 ايام كلمني وقال لي ان المدير كلمه وقال له ان انا عجبته. قلت له ازاي؟ اصلا ده في حاجات انا ما كنتش بجاوب عليها. محل مش عارف، وهو بيقول لي ان هو هيحدد ميعاد مع الاتش ار وتروح تعمل مقابله اتش ار. فقلت له خلاص ماشي مفيش مشكله. بعدها بشهر اتصلوا بيا وقالوا لي عندك تاني يوم مقابله مع الاتش ار. رحت تاني يوم عشان اعمل الانترفيو بتاع الاتش ار. كان انترفيو طبيعي جدا، اللي هو عملت ايه من ساعه ما اتخرجت، شغال فين، ايه هي الكورسات اللي انت خدتها وما الى ذلك. يعني انترفيو روتيني جدا. وهو في الانترفيو سالني بيقول لي انت بتشتغل وردي؟ في الطبيعي انا في المصنع اللي انا كنت شغال فيه كنت بشتغل ورديه اولى وورديه ثالثه. الورديه الاولى دي اللي هي من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 4 العصر، والورديه الثالثه اللي هي من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 12 الصبح. تمام. مش بشتغل ورديه تانية اللي هي من الساعه 4 العصر لغايه الساعه 12 بالليل، عشان انا اصلا بيبقى عندي يوم الاحد والاربع دور تحفيظ قران، فانا مش هعرف اروح كده ساعتها الدار. ده غير ان اصلا كمان لو انا اشتغلت ورديه تانية ساعتها مش هعرف اشتغل خالص على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب، لان كده اليوم ضاع. انا اصلا باخد ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي، فكده مفيش وقت اصلا ان انا اصور فيه فيديوهات. فهو بيقول لي انت بتشتغل وردي؟ قلت له بشتغل ورديه اولى وورديه ثالثه. قال لي طب والورديه الثانيه؟ قلت له بصراحه بيبقى عندي دور يوم الاحد والاربع، فمش بعرف ان انا انزل ورديه تانية. فراح كاتب ده عنده. تمام. فبعد ما خلص واخد كل الملاحظات بتاعته قال لي الشغل هنا 12 ساعه. انا بصراحه كعمرو واخد من الاول مبدا مع نفسي ان انا ما اشتغلش اي شغلانه 12 ساعه. في كده فكر معين انا بفكر بيه، الا وهو ان انا مش عايش عشان اشتغل. يعني انا ما ضيعش يومي كله في الشغل. يعني مثلا 12 ساعه شغل وساعه ونص رايح وساعه ونص جاي، يبقى كده ضاع من اليوم 15 ساعه في ولا حاجه. لو مثلا هنام مثلا حوالي 7 ساعات كده هيتبقى من يومي ساعتين دولت انا هعمل فيهم ايه؟ فانا يعني انا بحب اقسم يومي ما بين شغلي وما بين ان انا اقعد مع اهلي وما بين وقت اقعد انا مع نفسي. فانا حابب ان انا امشي بالنظام ده. في حته ان انا اشتغل 12 ساعه دي بصراحه مبدا انا كنت رافضه تماما. فهو لما بيقول لي الشغل هنا 12 ساعه عندك مشكله في كده؟ فقلت له بصراحه انا ما بشتغلش 12 ساعه. راح قال لي ليه؟ فقلت له ان انا فاتح لنفسي مشروع خاص اللي هو التشانل بتاعت اليوتيوب، وانا لو كده لو انا اشتغلت 12 ساعه مش هعرف ان انا اشتغل على المشروع بتاعي ده. بعد ما خلصنا راح قال لي طب استنى بره شويه. بعد كده دخل مهندس تاني عمل معاه مقابله. طبعا انا كده بالنسبه لهم كيس بايظه، يعني حاله بايظه، اللي هو مش بشتغل ورديه تانية وكمان مش بشتغل 12 ساعه. والمصنع ده مصنع كويس جدا، يعني المصنع ده لو نزل اعلان هتلاقي 1000 واحد يروحوا. تمام. بعد كده جه مدير الصيانه اللي انا كنت عملت معاه مقابله قبل كده ودخل قعد مع الاتش ار. راح الاتش ار ناداني. تمام. دخلت طبعا انا متوقع ان هو هيجي يقول لي خلاص تمام ماشي هندسه ان شاء الله لو في نصيب هنكلمك. ده يعني الرد الطبيعي ان انت المفروض تسمعه. لقيت لما دخلت مدير الصيانه قاعد وماسك الابلكيشن بتاعتي وبيقول لي هندسه احنا كده تمام موافقين، شوف انت بس فكر بخصوص ال 12 ساعه. فانا استغربت اللي هو ازاي موافقين؟ يعني انا اصلا بقول لك لا بشتغل 12 ساعه ولا حتى اصلا بعرف انزل ورديه تانية. فاللي هو اصلا انا استغربت يعني اللي هو ايه. راح قال لي بص فكر كده بخصوص ال 12 ساعه، واصلا دي يعني الاربع ساعات دولت اضافي ومش عارف ايه والكلام ده كله. اللي انا عايز اقوله ايه، انا اصلا كنت رافض المبدا وكنت رافض الشغلانه، ومع ذلك هي عشان من نصيبي فهي جات لي غصب عني. فانا ليه بقول القصه دي؟ عشان الناس اللي هي بتقعد تحاول تاخد رزق مش رزقها وتقعد بكل الطرق تحاول ان هي تجمع من هنا وتجمع من هنا وتقعد تخبي المعلومه وتحاول على قد ما تقدر ان الشغلانه اللي قدامها او الفرصه اللي قدامها تكون ليها هي بس. العمليه ليها حسبه تانية خالص مش زي ما احنا حاسبينها تماما. يعني انا عمري ما كنت اتخيل اصلا ان انا اشتغل في الشركه دي، وعمري ما كنت اتخيل مثلا ان انا هيجي يوم من الايام واشتغل 12 ساعه.
ولكن انا بعد ما حسبتها لقيت ان حاليا الفرصه دي فرصه كويسه، فقلت ليه لا اهو نجرب، وبرضه لو لقيت اي فرصه كويسه في مكان تاني احسن فهقدر ساعتها اسيب الشركه دي واروح لشركه تانيه. فاللي انا عاوز انبه عليه، ما تحاولش ان انت تكون فهلاوي او ان انت تكون ذكي عشان بس تبقوا عارفين العمليه ليها حسبه تانيه خالص. حاول بس على قد ما تقدر ان انت فعلا تفيد غيرك وتساعد غيرك، لان يعني من ضمن الحاجات اللي انا شايفها انها بتفرق جدا في حياتي ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا افيد غيري. يعني تخيل كده لما انت لا حول ليك ولا قوه وتساعد غيرك وتسعى في مصلحه غيرك، تخيل ان بقى ان يجي ربنا اللي بايده كل حاجه هيجي ييسر لك امورك عشان توصل للحاجه اللي انت عاوزها، او باذن الله احسن من اللي انت عاوزه. فبجد النقطه دي بيكون ليها فيدباك كويس جدا على حياتك، بيكون ليها راجع كويس جدا على حياتك. فاتمنى من كل واحد فعلا ان هو يحاول على قد ما يقدر يفيد غيره، لان ده من مصلحتك انت. وخليك دايما فاكر ان محدش بياخد رزق حد، وان رزقك هتاخده غصب عنك. انا خلصت.